مرحبا بكم في بارادايس، مدينة كانت تحمل اسم الجنة لكن التهمتها النيران. هنا كان يقطن 27 ألف نسمة قبل أن تزحف النيران على المدينة وتحولها إلى أطلال. حرائق كاليفورنيا كثيرة، لكن هذا الحريق هو الأكثر فتكا خلال 100 عام الماضية. التهمت النيران في مدينة بارادايس وحدها 12 ألف بيت ومبنى. للأسف بارادايس لن تبقى نفس المدينة بسبب حجم الدمار الذي لحق بها. إنه حريق غير مسبوق على أكثر من مستوى. جوناثان كلارك شاب من سكان المدينة يبحث بين الأنقاض عن شيء يدله على مصير أخيه وزوجته وابنهما البالغ من العمر 6 سنوات. بدأ والدي يفقد الأمل قليلا لأنه يعرف أن أخي موريس لن يختفي هو وأسرته هكذا دون أن يخبرنا بمكانه، لكننا سنواصل البحث حتى نجده حيا أو ميتا. خلف الحريق عشرات القتلى، لكن التحدي الأكبر الآن هو العثور على المفقودين الذين يقدر عددهم بالمئات. تواجه فرق الإغاثة صعوبة في العثور على ضحايا، وتتوقع أن النيران لم تترك أي أثر لبعضهم. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تهطل أمطار بداية من الثلاثاء المقبل، مما سيساعد على التحكم في الحرائق، لكن الأمطار ستزيد مهمة فرق الإنقاذ تعقيدا، لأنها ستقلص من احتمال العثور على الضحايا. انضم الجيش إلى الجهود المبذولة لمنع امتداد النيران إلى مناطق أخرى، لكن آثار الجفاف في الغابات المنتشرة في المنطقة رجحت كفة النيران خلال أيام من المواجهة، وهذا ما دفع خبراء إلى دق ناقوس الخطر بشأن أضرار التحول المناخي.